بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايب قلب خلطبيطة لولو؟ يا رب تكونوا بكل خير وبكل صحة. في البداية كده هوت أتمنى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد أنا بعمله. ايه رأيكم في طبق الكيمة الحلو ده هوت زي ما دول الخليج بيقولوا عليه؟ دي بسلة باللحمة المفرومة، إنما ايه تحفة، حاجة كده تستاهل بقكم. واخدة لون خفيف كده وتحفة جدا بجد. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه. انا في البدايه كده هوت معايا شويه من السمنه، نزلت عليها ببصلايه كبيره مخرطه صغير، وابتديت ان انا اقلبها. انا مش عايزاها تدبل، مش عايزاها تاخد لون، انا عايزاها تدبل بس وتفضل محتفظه بالماده السكريه اللي فيها. البصل لما بيبقى مسكر مع البسله بيديها طعم روعه. البسله لازم تحسوا كده بطعمها المسكر عشان تبقى حلوه كده في بقكم. تمام. بصوا انا بحاول ان انا ادبلها بس مش عايزه اي لون فيها خالص. تمام. شوحتها شويه، بصوا زي ما انتم شايفين كده بقت لونها شفاف. هي دي الدرجه اللي انا عايزاها. هبتدي ان انا انزل عليها شويه من الفلفل الاسود. الفلفل الاسود على البصله مع السمنه بيدي طعم وريحه تحفه جدا للاكل. جربوا على ضمانتي. تمام. هتحسوا ان الاكل اختلف معاكم خالص. تمام. بصوا هي كده خلاص قلبتها. هنزل عليها بحوالي نص كيلو من اللحمه المفرومه. تمام. انا هديها تقليبه يا دوبك تغير لونها، مش عايزاها تستوي خالص، انا مش عايزه اللحمه تستوي دلوقتي، عايزه كله يبقى نايف ني، كله يستوي مع بعضيه. الطبيخ بالذات لما يكون كله نايف ني بيدي طعم روعه، بيكون خفيف كده على المعده، ما بتحسوش فيه حموضه ولا حرقان في المعده ولا اي حاجه، بيبقى خفيف كده وجميل قوي على المعده. تمام. بصوا هي دوبك خدت لون. هنزل عليها بشويه من البسله والجزر. البسله والجزر دول انا كنت مفرزاهم عندي في التلاجة. ان شاء الله برضو نعملها مع بعضنا وازاي فرزناها وفضلت محتفظه بلونها الاخضر ده، والجزر لونه برتقاني حلو كده. قلبتهم كلهم مع بعضيهم. تمام. تحفه يا جماعه بجد والله. حلوه قوي. وطعمها روعه. حطيت لها شويه من السكر، البسله بتبقى محتاجه شويه سكر عشان تديكي الطعم المسكر الحلو. ما تكتريش، هي دوبك نص معلقه صغيره. تمام. قلبتها وهبتدي انزل عليها ببوله متوسطه كده اهوت من الصلصه. تمام. دي صلصه عاديه مش متسبكه، يعني الطماطم ما اتحطتش على النار يعني. تمام. قلبتها. وهبتدي ازودها حوالي نص كوبايه من الميه، لان طبعا زي ما انتم شايفين كل حاجه لسه ساقعه، فتلاقي حاجه تسبك فيها الطماطم. تمام. هزودها بس حوالي نص كوبايه من الميه. تمام جدا. بصوا شويه صغيرين جدا. وهبتدي اقلبها واسيبها بقى على النار حوالي نص ساعه تدخل في السوا شويه. بعد نص ساعه هبتدي احط التوابل بتاعتي اللي هي تكون ابتدت تدخل في السوا شويه. بصوا شايفين الشكل اختلف ازاي؟ تحفه جدا تحفه جدا، والالوان كلها مع بعضها كده جميله جدا. هحط اول حاجه مرق الدجاج. تمام. هحط عليها شويه فلفل اسود، شويه من البابريكا وشويه من الكركم. ما تكتروش الكركم عشان اولا هيمرر، ثانيا هيغير لون البسله، وانا مش عايزه يغير، انا عايزه بس الفايده بتاعته ان هو مفيد للقلب جدا. فبحط رشه بسيطه وهملح. ما تكتريش الملح عشان المرقه فيها ملح، ونص معلقه من البهارات المشكله. وتمام كده جدا. اروع طاجن بسله باللحمه المفرومه ممكن تعملوها. دول الخليج ساعات بياكلوها بالمايونيز، عايزين تاكلوها بالمايونيز مفيش اي مشكله، ضيفوه عليها وكلوه. تمام. بس انا طبعا ما بحبش المايونيز، بس فما اعرفش الطعم بيبقى عامل ازاي، بس هما ساعات بيحطوا عليها مايونيز وياكلوه. جبت طاجن بايركس وابتديت ان انا انزل عليه البسله. بصوا انا عايزه فيها شويه الصوص دهوت عشان خاطر لما تنشف في الفرن ما تتلسعش. الصلصه دي هتنشف في الفرن ومش عايزاها تتلسع. شايفين الجمال؟ ريحه بقى كده عايزه اقول لكم مش ممكن، ريحتها جميله جدا وطعمها كان اروع بجد، حاجه كده تستاهل بقكم. بصوا قعدت حوالي نص ساعه في الفرن، طلعت بالجمال اللي انتوا شايفينه دهوت، حاجه كده مش ممكن. يلا اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس. احنا طبعا عملنا الرز بالشعريه فمش هكرره مره تاني معاكم. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم. واسيبكم في حفظ الله ورعايته.